قررت المحكمة الزجرية الابتدائية في مدينة الجديدة تأجيل القضية ديال الستريمر المعروف إلياس المالكي اللي متابع في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بسبب شكايات بالتشهير قدموها ضده مهنيي سيارات الأجرة حتى لتسعود دجنبر الجاي. ومثل إلياس المالكي زوال اليوم الجمعة قدام الهيئة القضائية في الجديدة قبل ما يطلب الدفاع دياله مع دفاع المشتكين مهلة باش يجهزوا الملف، وهذا الطلب وافقت عليه الهيئة في الحين. والجلسة عرفات تقديم دفاع إلياس المالكي طلب للسراح المؤقت، حيث أكدوا المحامين دياله باللي عنده قاع ضمانات الحضور وعنده محل سكنة قار داخل نفوذ المحكمة، وزيد عليها باللي سلم راسه للشرطة بشكل طوعي ومستعد يخلص كفالة مالية. وفي المقابل قدمت هيئة دفاع المشتكين طلب باش يجهزوا القاعة تقنياً باش يعرضوا فيديوهات كي يعتبروها دليل إثبات ضد المتهم، ولكن دفاع إلياس شرط يتعرضوا الفيديوهات من مصدرها الأصلي وماشي مسجلة في أقراص صلبة، حيث هذه الأخيرة ما فيهاش تواريخ النشر. ورغم باللي بعض النقابات ديال سيارات الأجرة قدمت تنازلات لفائدة المشتكى به بعد تواصل بين عائلته وبين المهنيين، ابقوا جمعيات آخرين مصرين على متابعة إلياس المالكي. ونفى إلياس المالكي ملي مثل قدام وكيل الملك في المحكمة الزجرية في الجديدة بل كي يقلب على البوز أو الربح المادي من الفيديو اللي هضر فيه على المهنيين واللي تعتبر إساءة إلهم. وكان توقف ستريمر المعروف بناء على شكايات من هيئات نقابية ومدنية لسائقي التاكسيات بسبب تصريحات اتنسبت ليه شافوها إساءة. وملي تشد وتفتش من طرف الضابطة القضائية لقاو عنده لفافات ديال الحشيش وخن فاب اللي كي يستعملهم. ودخلت عائلة إلياس المالكي في مفاوضات مع النقابات باش يحصلوا على تنازل على الشكاية باش يطلقوا ولدهم بعد ما قدموا اعتذار، وهذا الشيء تمكنوا منه فعلا. هذا الواقعة جت من بعد ما كان القضاء في الجديدة حكم على إلياس المالكي في نوفمبر 2024 في 2 قضايا رفعوهم ضده جمعيات أمازيغية ونسائية، حيث حكم في الأولى ب4 شهور حبس وغرامة 5000 درهم، وفي الثانية ب3 شهور حبس نافذ وغرامة 2000 درهم.